هلا، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ ان شاء الله تكونون تمام. راح اسوي نطبق لحم. اوكي، واتمنى ان يعجبكم. اللي ما مجربه اللي يجربه. عندي هنا زيت، وقطعت البصلة عندي بهالشكل هذا. تمام. عندي انتظرها شوية تذبل، وراح اخلي اللحم. هسه راح اجيب اللحم. اني اللحم اللي راح استخدمه مكعبات بهالشكل هذا. طبعا انتم اذا تحبون لحم بعظمه، لحم يعني كبار، تقدرون عادي ماكو مشكله، يا اما مكعبات او لحم بالعظم. انتم اللي يعجبكم استخدموه. راح احطه ويا البصل بالشكل هذا. هسه ورا ما حمت عندي اللحم، شوفوا حمسته شويه ويا البصل تغير لونه. راح اضيف له البهارات. البهارات اللي راح استخدمها عندي هنا عوادين قرفة، عندي هيل، حبات هيل، عندي فلفل اسود، عندي كركم، عندي هنا بهارات اللحم، وعندي بهارات البرياني، وعندي جوزة الطيب. انتو اي بهار تحبون تستخدموه بعد وتحبوه تقدرون تضيفوها وياها بعد. تمام. اخليه يحمس شويه ويا البهار بهالشكل هذا، بعدين اضيف له الماء. هسه ورا ما حمست اللحم زين تقريبا 5 دقايق خليته يحمس، راح اضيف المي كفايه. طبعا مي حار لازم يكون، وتخلي المي بارد لان اللحم ما راح يستوي عندك. تمام. بحيث يغطي اللحم المي. اوكي، هالصورة هاي. ورا ما اضيف المي اضيف الملح، بس اخر شي اجيب الملح اضيف ملح بالشكل هذا. وهسه راح اسكر عليه. طبعا انا راح استخدم جذر ضغط على مود اسرع يستوي عندي. وبين ما يستوي عندي اللحم راح ابدي اقلي بالمواد اللي راح احتاجها. اول شي راح احتاج اخليه هو بطاطا او بوتيتا، قطعتها بهالشكل هذا وراح اقليها. تمام. هسه بين ما تتحمر عندي البوتيتا راح اجيب شعرية وشوية زيت واقليها الى ان تصير لونها ذهبي. هسه ورا ما استوت عندي البطاطا او البوتيتا راح اضيف جزر بزالي ايضا اخليها. هسه ورا البزالية والجزر جبت بصل قطعته على شكل اجنحة وايضا راح اخليه. هسه الشعرية ورا ما اخذت هذا اللون اضيف لها شوية ماء. مجرد ان تغطيها، مجرد تغطي الشعرية هذا كلش كافي. تمام. اضيف لها شوية ملح واخليها الى ان تستوي عندي. هسه المواد اللي قليتها كلها بالاضافة الى الشعرية خليتها على نار هادئة. طبعا شوفوا بهالشكل هذا. راح اضيف لها بهارات 7، شوية فلفل اسود، وبهارات مشكلة شوية او بهارات برياني حسب انتو المتوفر عندكم. تمام. اقلبها. عفوا ملح، خليت شوية ملح. راح اخليها شوية على النار. اوكي، تاخذ طعم البهار وبعدين اضيف اللحم. هسه جبت اللحم وايضا ضفته ويا الخلطة بالشكل هذا وراح اخلطه. ايضا ابقيه على النار دقائق، 5 دقائق هيجي 7. وهسه ماي اللحم اللي بقى عندي راح اطبق عليه التمن.
تمام. هنا أنا التمن أو الرز ناقعته قبل نص ساعة تقريبا، وراح شوفوا أطبقه على مي اللحم. شوفوا حبايبي المي هالقد راح يكون عندكم، يعني تقدرين تشوفين التمن، مو ترسي مي وايد تزولي التمن ليش يطلع عندي معجل. اذا انتي ماليته مي طبعا يطلع عندك معجل. مجرد ان هيك يعني شوفي التمن هيك يصير عندكم التمن او الرز ممتاز. هسه راح اخليه الى ان يستوي عندي وبعدين اشوفكم النتيجة. خليكم وياي. ها حبايبي وصلتكم الريحة بعدها طبعا يموت. انصحكم اللي ما مجربه لازم يجربه. اوكي، صبيت التمن او الرز وبعدين فوقها الحشوة اللي سويتها، وهاي رشة لوز فوقها. طبعا اللي يحب يحط كشمش اللي يحبه ويا اللوز كشمش. شوف حبايبي شوفوا الجمال، طعم خيال. إذا حبيتوه لا تنسون الاشتراك واللايك بالقناة. حياكم الله وباي باي.